ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا مصطفى شريف واشرح لكم النهارده لو عايزين تحطوا انستا باي او الاونلاين وولتس از بيمنت ميثود في التشيك اوت بتاع الشوبيفاي ستور بتاعكم. يعني لو انتوا عايزين الناس وهي بتدفع بدل ما تدفع بفيزا وماستر كارد او تدفع كاش اون ديليفري، عندها اوبشن برضو ان هي تدفع انستا باي او اونلاين وولت زي فودافون كاش والحاجات دي كلها. اوضح لكم كل الكلام ده دلوقتي، يلا بينا. دي كده السكرين بتاعت الداشبورد بتاعت الشوبيفاي ستور. هنخش على settings، بعد كده نيجي لحد payments، وتحت خالص هنبدأ نحط manual payment method. هنا طبعا الطبيعي يعني الناس بتبقى حاطة كلها كاش اون ديليفري، وبتبدأ إن أنت علشان تعمل موضوع انستا باي والأونلاين وولتس بتدوس على create custom payment method، بتسميها مثلا انستا باي سلاش أونلاين وولتس. طيب في الخانتين دول بتبدأ أنت تحط إيه؟ أول خانة دي اللي هي الاديشنال ديتيلز، تبدأ إن أنت تحط معلومات أنت عايز العميل بتاعك وهو بيدفع يبقى شايفها قدامه. يعني هو بيختار البيمنت ميثود اللي هي انستا باي سلاش اونلاين وولتس، يبقى شايف البيانات دي قدامه. يعني مثلا نكتب له transfer the full order amount to مثلا this انستا باي account مثلا test at انستا باي. حلو. فكده وهو بيختار البيمنت ميثود دي هيكون شايف قدامه الكلام ده. طيب البيمنت انستراكشن دي بعد ما بيعمل الاوردر بيروح لثانك يو بيج. ده الطبيعي في شوبيفاي. ففي الثانك يو بيج دي عايز تقول له ايه تاني؟ يعني عايز تقول له مثلا يبعت لي، تبعت السكرين شوت بتاعت البيمنت بتاعتك على الواتساب ده. مثلا عايز تقول له او تفكره بالبيمنت ديتيلز بتاعتك، ممكن نعمل ده. send the screen shot of your payment to this WhatsApp number، وتقوم حاطط ايه؟ الرقم هنا. فكده انت اول حاجة هو شايف اسم البيمنت اللي هي البيمنت ميثود اللي هي انستا باي سلاش اونلاين وولتس. بعد كده شاف الاديشنال ديتيلز اللي هو شايفها وهو بيختار. وبعد كده بعد ما يدفع او بعد مش بعد ما يدفع، بعد ما يكمبليت اوردر، لان هو ممكن ما يكونش دفع. يعني هو ممكن يكون عمل كومبليت اوردر وما دفعش، زيها زي كاش اون ديليفري. المانيوال بيمنت ميثود دي مش يعني انت مش حاكمه بحاجه، مش زي الاونلاين بيمنت لازم يحط الفيزا ويحط كل حاجه وبعد كده ياكد والفلوس تتسحب. لا، انت هنا ده مانيوال، فكده كده هو ممكن ما يكونش دفع. بعد ما يدوس كومبليت اوردر حتى لو ما دفعش يظهر له تاني البيانات بتاعتك ويقول له تبعت السكرين شوت دي على الواتساب، وتبدأ انت كستور اونر ان انت تخلي فيه اوبريشن تيم بقى ماسك الواتساب، ان هو اللي بيحول الفلوس، بيبعت سكرين شوت على الواتساب للتحويل. ولو عايز تطلب منه برضه سكرين شوت لرقم الاوردر او تبعت له رقم الاوردر، ممكن تقول له هنا دي حاجة ممكن نزودها and send the order number برضه وندوس activate. بعد كده نيجي هنا في التشيك اوت نعمل ريفرش، هتلاقيها هنا ظهرت زي ما بقول لكم. هتظهر هنا دي البيمنت نيم انستا باي واونلاين وولتس، وهنا دي الاديشنال ديتيلز اللي قلنا عليها اللي هي كانت، يعني لو دخلنا عملنا edit كده اللي هي هنا دي اللي ظاهرة هنا. وبعد ما ندوس complete order ده اللي هيظهر هنا. طبعا عشان ده تيست ستور فمش هيبقى فيه complete الاوردر، لازم يبقى تيست بيمنت جيت واي. فخلينا نشوف ويب سايت تاني عامل نفس الموضوع. ده الويب سايت اهو. بعد ما عملنا الاوردر بيظهر الحاجات دي، بيقول لك ابعت كل البيمنت على الرقم ده، وبيفكرك بالارقام بتاعته، الموبايل وولت والانستا باي اكونت. وما بيقولكش حاجه تانية. هو طبعا هنا الاحسن ان هو يزود ويقول ان تبعت الحاجه دي واتساب او تبعت رقم الاوردر واتساب، على حسب انت كبزنس اونر بتمشي الاوبريشن بتاعتك ازاي. وكده نكون وضحنا ازاي نحط انستا باي او اونلاين وولت او اي طريقه تحويل فلوس انت عايز تستقبل الاوردرات بتاعتك بيها او تسهل بيها على العملاء بتوعك
ولو عندكم اي اسئله سيبولي تحت في الكومنتس، هرد عليكم على طول. شكرا ليكم.